كنت يوم من الأيام أزور شاب في مستشفى الملك عبد العزيز. هذا الشاب ما يتحرك فيه ولا عضو إلا لسانه. كل أسبوعين 3 أسابيع أروح أسلم عليه. طبعا قصته طويلة ما أريد أن أذكرها. الحاصل في يوم من الأيام تفاجأت بشاب من حينا جالس في المستشفى وناداني: بدر. جيت سلمت عليه، قلت له أروح أسلم على زميلي وأجيك وأجلس معاك، إيش قصتك؟ سلمت على خويي ورجعت. قلت له: فلان وش اللي جابك؟ أنا أعرفك دائما رايح جاي بالكابرس مفحط طالع نازل، إيش اللي جابك المستشفى ذي كلها معاقين؟ سلامات. قال: والله يا بدر ضحك علي الشيطان، ضحك علي إبليس، وبعد ما انتهيت من المعصية والله يقول ما تفضل والله عليكم السلام ورحمة الله، يقول ما وصلت بيتي بعد المعصية ويصير علي حادث وزي ما انت شايف الآن مشلول. يا الله. يقول: والله يا بدر لو دريت أقسم بالله ما أقع في تلك المعصية. تفنى اللذاذة ممن نال صفوته من الحرام ويبقى الإثم والعار وتبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة بعدها النار. إذا كان ابن القيم يأتي إلى قومه ويقول: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. يا الله، يعني اختصر لك، تراها نصيحة